سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا جوزتوا هذا النهار وهذه الايامات كامل باحسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي نتمنى تعجبكم. اليوم جيتكم بمعشوقة نسندية اللي هي الدوارة، نتمنى تعجبكم الوصفة. درتها على شكل عصبان. ماذا بيا اللي يحبوا العصبان ويحبوا البكبوكة ويحبوا الدوارة كيما انا، يخلوا لي جيم ولي كومونتير وتشتركوا في القناة هكا باش تحفزوني نزيد نخدم اكثر واكثر. ما صورت لكمش كيفاش راني نقي في الدواره، خاطش ماشي انا اللي نقيتها، ماما نقيتها. هذيك ما صورت لكمش. انا صورت لكم غير واش انا درت. نقيت الثوم. اول حاجه نبداو بها اللي هي صديقه العصبان، اللي هو الثوم. لازم نكثروا كميه كبيره. كما راكم تشوفوا انا كان شويه مذبل، يعني في حبات ناقصين. استعملت حوالي 6 ريسان تاع ثوم. درتهم يعني ناحيه المليح اللي فيهم، ودوك تشوفوا الكميه شحال جات. يعني ما جاتش كميه كبيره بزاف وماشي كميه صغيره بزاف. المهم نتوما ديروا على حسابكم، على حساب شحال تحبوا البنه تاع الثوم تجيكم. اذا حبيتوها قويه كثروا، اذا حبيتوها عادي ما تكثروش. انا هذه هي الكميه اللي درتها. من بعد بديت نقصص. هنا كانت ماما غلات الريه ونقيت المسارن، بديت انا واختي هكا نقطعو. هي دبيبره صغيره وحنا تعاوننا فيها كل واحده تحب تدخل يدها في الدواره، نموتوا على الدواره كامل من كبيرنا لصغيرنا. بعد ما نقطعوا كامل الكميه تاعنا نزيدوا لها بعض الاضافات كيما حميصه، كيما جلبانه. قولوا لي نتوما واش ديروا في الدواره، اذا كاين اختلاف ما بيناتنا ولا كيف كيف. هي من دار لدار تختلف، كاين اللي يحب يديرها ببصل وطوماطيش، كاين يحب يديرها بالبركوكس، كل وحده كيفاه يديرها. كيما احنا في الدار انا حبيتها باللفت، وهما حبوها بالقرعه والجلبانه. يعني كل واحد كيفاش يديرها يبقى اختلاف. هنا نورمالمون الثوم هذاك ندرسوه، والفلفل الحار نقطعوه مع ثاني القزبر والنعناع، هذو كامل ينداروا داخل الدواره. انا ماما اختصرت الطريق، درت الثوم والفلفل الحار والنعناع ينطحنوا كامل مع بعضهم، والقزبر ربطه تاع قزبر قطعتها هكاك. من بعد كيما راكم تشوفوا زادت ملعقه تاع زيت وزادت شويه حميصه والبرغل. كاين اللي يديروا البرغل وكاين اللي يديروا الرز، يعني كل واحد كيفاه يحب يدير وكيفاش موالف يدير. من بعد زدت لها شويه جلبانه. من بعد زدت النعناع والثوم والفلفل الحار الاخضر اللي كانت طحنتهم. بالنسبه للقزبر والنعناع والثوم هذو يبقاو على حسب الدواره. دارت ماما استعملت ربطه متوسطه تاع قزبر. من بعد زدت مغرفه كبيره تاع كرويه، ومغرفه كبيره تاع ملح، ومغرفه كبيره تاع فلفل احمر حلو، وثاني درت الحار، يعني العكري الحلو والحار. من بعد درت الهريسه تاع الفلفل الاحمر الحلو اللي وريتها لكم، يعني كنت درتها لكم في العوله تاع الشتاء اللي قلت لكم نوجدوها. لا راكم شايفين نهار خبز العروسه درتها لكم. اذا حابين تعاودوا تولوا الفيديو عاودوا له ليه، نخليه لكم في صندوق الوصف. من بعد خلطت كامل المكونات بيديها مليح مليح باش كامل يدخلوا هكا في بعضهم. سمحوا لي ما صورت لكمش القزبر، يعني كنت عييت نستنى خويا يجيبوه ما جابوش، اما لا انا خليتها عصبنت وحدها. انتوما ما تنساوش ديروه، انا ما صورتوش برك بصح دارته. من بعد درت كيما قلت لكم ربطه متوسطه، ما هي صغيره ما هي كبيره، مع هذه الكميه تاع الدواره. من بعد بدات تعصبن. دوك تشوفوا طريقه الخياطه، يعني ما كاينش اللي ما يعرفهاش، برك انا حبيت ندير لكم هذا لا فيديو باش الولايات الاخرين يشوفوا كيفاش حنا نديروا العصبان. يعني كاين بزاف لي فيديو تاع الولايات الاخرين، بصح تاع المديه ما لقيتش، ما حبيت انا نديرو. ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله نكون درتو باحسن طريقه. يعني كنت حبيت نديرو تاع العيد، يعني تكون الدواره كبيره تكون مليحه. صح معليش كي والات هذه المره وعلاه لا نديرها، والخطره الجايه ان شاء الله في العيد نزيد نديرها ونديرها مع خير. بالنسبه كيفاش يتعمر فيها، كيما كنتم تشوفوا خيطت الكرشه وخليت فتحه صغيره، هذيك تعمر منها، تعمر من الخلطه هذيك اللي دايرتها، الحشوه اللي دايرتها. من بعد تكمل تخيط، يعني حنا نعمروها مليح، ماشي زعما نخليو بلاصه. كاين اللي يحبوا يخلو، يعني يخلوها هكا فارغه، حنا نعمروها مليح. من بعد كيما شفتوا دير فيها شقوق هكا بالموس باش ما تطرطقش هذيك الحبه. من بعد هذاك اللي دام لي يخرج كيما شفتوا دارتها في الماء وحده كي طيب. اللي دام لي يخرج دير فيه، كاين اللي يحبوا لفت وزروديه، كاين اللي يحبوا قرعه وجلبانه، كاين يحبوا يديروا فيها البركوكس، كاين يحبوا يديروها بصل وطماطيش. يعني كاين بزاف، كل واحد كيفاش يحب يديرها. انا برك درت لكم الطريقه اللي درناها احنا هذا النهار. احنا دارنا يحبوها بالجلبانه والقرعه داروها، وانا حرنت لهم على اللفت، قلت لهم اني حبتها باللفت.
درتها ليا حتى ولاو يسرقوا لي. جات حلوه عسل، يعني لفت بلاصتها الدواره، تجي بزاف بنينه في الدواره اللي ماهمش مجربينها، ماذا بيا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعرفتوا على ثقافه ولايه المديه بالنسبه اللي ماهمش من ولايه المديه. نتمنى يكون عجبكم كيفاش نديروها وكل ما كانش اختلاف كبير. نتلاقاو في فيديو اخر، يعطيكم الصحه على حسن المتابعه، نحبكم بزاف، باي باي.